أهلا بيكم متابعينا الأعزاء في كل يوم حدوتة. في البداية كده لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لو بتشوفنا على الفيسبوك أو التيك توك أو انستجرام ما تنساش تعمل فولو للأكاونت وسي فيرست عشان توصلك الحواديت كل يوم أول بأول. هيكون ميعادنا بشكل يومي الساعة 8. ويلا بينا نشوف الحدوتة النهاردة من فيلم ايه. يلا بينا. وحدوتة النهاردة من فيلم حرية البحر أريل، ونكمل الحدوتة اللي فاتت بحدوتة النهاردة واسمها حمام ساخن. لم تكن أريل تصدق أن خطتها تسير على ما يرام، فقد أقنعت أرسولا ساحرة البحر أن تقوم بتحويلها من حرية بحر إلى بشرية، ودفعت صوتها ثمنا للتغيير. ولكن ذلك لم يكن مهما، فكل ما يهم هو أن تكون مع الأمير عريق، الأمير البشري الذي وقعت في حبه من بعيد. تعالي معي يا عزيزتي، هكذا قالت خادمة في القصر، وهي تقود إريل إلى غرفة واسعة وجدرانها ذات لون أزرق فاتح. كادت إريل أن تتعثر على حافة سجادة، فهي لم تعتاد بعد على ساقيها الجديدتين، ووضعت إحدى يديها داخل جيب فستانها المصنوع من قماش شراع لتتأكد من أن محارة لا يزال بالداخل، فقد جاء معها صديقها السلطعون ليعتني بها. قالت المرأة لإريل: حسنا، لنقم بتنظيفك أولا، فموعد العشاء قد اقترب. وفي الوقت الذي تحركت فيه المرأة بهمة وسرعة، استطاعت إريل أن تلقي نظرة على الغرفة. لقد كانت هناك نوافذ كبيرة على أحد الجدران، ومصباح مزخرف يتدلى من السقف، وكان هناك أيضا حوض استحمام كبير على شكل صدفة مليء بالماء. نظرت أريل بفضول إلى الخادمة وهي تضع بعض المسحوق الأبيض في حوض الاستحمام، وفجأة صدر صوت فوران من الماء مع ظهور كومة ضخمة من الفقاقيع. وشعرت أريل بالدهشة والسرور، وهي ترى الفقاقيع تخرج من الماء وترتفع في اتجاه السقف. وجرت بسرعة وقفزت إلى داخل حوض الاستحمام مباشرة، مما جعل الماء والفقاقيع تتناثر في كل مكان. وغاصت إريل تحت الفقاقيع ونسيت أنها لم تعد تستطيع التنفس تحت الماء، فصعدت من تحت الماء وهي تسعل، ومسحت الماء من عينيها. آه. سعل محارة سعلا خفيفا وهو يسبح خارجا من جيب إريل، وبصق كمية من الفقاقيع وقال: ما الذي يفعله هؤلاء البشر بالماء الحلو النظيف؟ ونظرت الخادمة في قلق وقالت: يا إلهي، هل رأيت شيئا يتحرك هناك؟ فهزت إريل رأسها وهي تدفع محارة مرة أخرى بسرعة داخل جيبها. قالت الخادمة: حسنا، لا يمكنك أن تستحمي بهذا الفستان، لنعلقه حتى يجف. وشعرت إريل بالقلق على محارة، ولكنها فعلت مثل ما قالت لها المرأة، وسرعان ما أصبح الفستان المصنوع من قماش الشراع معلقا على رف المناشف. وقالت إريل لنفسها: حسنا، أنا واثقة من أن محارة يستطيع الاعتناء بنفسه. وتصبحوا على خير يا حلوين. لو عجبتك الحدوتة ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك وتعمل فولو للبيج وتشير الفيديو ده عندك لو عندك أطفال أو لأصحابك اللي عندهم أطفال، وتساعدني على إن المحتوى ينتشر. وأشوفكم في حدوتة جديدة، وهنبقى مع بعض إن شاء الله بشكل يومي في كل يوم حدوتة.